بصوا يا حبايبي، احنا هنا هنعمل تورتايه. عامله تورتايه معاكم قبل كده اللي هي بالفراوله. دي بقى تورتايه مختلفه خالص زي اي تورتايه يعني. فالمكونات بتاعتها طويله شويه، فانا ما حبيتش ادخلكم في الصراع بتاعها لان في حاجات انتوا عارفينها، فقلت اعملها واقولها لكم على طول. بس اما الكريمه قلت ايه تبقوا معايا فيها، يعني الكريمه اللي احنا هنعملها لانها مش بكريم جانتيه ولا حاجه. هنقول بسم الله، ومعانا كوبايه سكر اهي. هنعمل عسل كده، ونحط عليها نص كوباية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطها على البوتاجاز على النار ونسيبها، ما نجيش جنبها خالص لغاية ما هو يسيح كده، ونقلب بالكزرولة كده، نهز الكزرولة كده لغاية ما العسل بتاعنا يدخل في قبل ما يدخل في الكرملة كده. نختبره ونجيب كوباية فيها شوية مية ساقعة ونحط نقطة منه كده. لو عمل معانا حبل خيط كده، خيط يلزق كده بخيط، خلاص يبقى هو كده ايه الدرجة اللي احنا عايزينها، درجة حرارته اللي احنا عايزينها. فهتبقوا معايا برضو واحنا بنعمل. انا هحطه دلوقتي على البوتاجاز، بعد كده هنشوف هنعمل ايه بعد كده. افصل الصفار عن البياض. هناخد الخمسة صفار بس. نقول بسم الله. واحنا بنعمل كده حاطين السكر على البوتاجاز. بص يا حبيبي، هنا اتخفق اهو الخمس صفارات بيض اهو، حطيت عليه فانيليا. اللي هتسويه بقى ايه؟ السكر ده هو اللي هيسويه، هيعمل عملية السوا بتاع الصفار. بص يا حبيبي، هنا بعد ما خفقنا الصفار ولونه بيض شوية فتح، كنا عملنا العسل بتاعه وشفناه احنا كده. تختبريه كده بشوية مية ساقعة، تعملي زي الخيط كده، عمل زي الخيط كده معاكي، ما تخلوش ينشف. تقومي جاية صبيناه هنا سرسوب كده وهو شغال، وهو العجان شغال كده بيخفق الصفار، سرسوب سرسوب كده لغاية ما خلصناه. وسبناه لغاية يشتغل لغاية ما لونه يفتح مع الصفار ويبرد، عشان طبعا هو سخن. فضلنا نخفق فيه لغاية ما برد. بعد كده كنت جايبة ربع كيلو زبدة صفرا مقطعاها قطع وساقعة، يعني ما هياش بحرارة الغرفة، لا ساقعة شوية، عشان الوصفة كده. حطيناها قطعة قطعة وشغلنا عليها العجان اهيت قدامكم اهي. تعتبر كوباية الا ربع كراميل. الكراميل ده كوباية سكر ونص كوباية مية، حطيناهم على البوتاجاز وحطينا وسيبناهم لغاية ما كرملوا كده. بعد ما كرملوا بس الكراميل يبقى لونه فاتح، جبنا كوباية مية وحطيناها بالتدريج، وحطيناها تاني على البوتاجاز 10 دقايق لغاية ما بقى سمكه بقى كده اهو. بعد كده احنا خدنا شوية منه مخلينهم عشان نحطهم فوق التورتة. بعد كده هنوريلكم هنعمل ايه. هنحطه بقى ايه هنحط الكراميل ده على الكريمة دي. ايه دوبناها في معلقة مية اهي عشان يديها النكهة والطعم، يبقى طعمها طعم الكراميل كده نسكافيه. ده من عندنا ومش ده مش شرط يعني، بس انا هحطه عشان ازود الكريمه شويه. هنحطه هو يتخفق معاه. وبعد كده بقى احنا عارفين الكريم جانتيه بيبقى السمك بتاعه قد ايه. بعد كده بنحطه في التلاجة شويه على ما نحضر الكيكه. وبعد كده ايه طبعا احنا بنعمل تورتايه. طبعا الخطوه دي انا ما وريتكوش التورتايه الكيكه الاسفنجيه، لان انا عاملاها قبل كده في تورته وانا عرضاها، فما حبيتش اطول الفيديو عليكم عشان خطواتها طويله شويه.
فانا جبتها جاهزة يعني، اللي هو في العلب دوت، اللي هو سبونش كيك دوت، عشان اعملها على طول، ما اقعدش تاخدش مني وقت يعني. والتعليمات كلها في قلب على العلبة بتاعتها. بنشوف المكونات ايه وبنضيفها وبنعملها. فانا عملتها كده وما صورتهاش عشان الفيديو طويل قوي، لان ديت مكوناتها طويلة شوية. ف... فانا عملتها امبارح وبيتها في التلاجة. لازم تبيتوها في التلاجة عشان تعرفوا تقطعوها. لو ما باتتش هتفرول معاكم ومش هتبقى، مش هتتقطع حلوة معاكم. فانا عملتها 3 طبقات. ادي واحدة هي واتنين اهم. بنيجي نقطعها بنعمل علامة كده، بعمل علامة كده بالسكينة كده عشان نعرف الطبقات نحطها على بعض، عشان ما تبقاش معوجة، مبقاش حتة عالية وحتة واطية. نعمل بالكريمة ونقوم حاطينها مع العلامة دي. طبعا الكريمة ديت احنا شفناها بتتعمل ازاي وصورتها لكم، اللي هو صفار البيض. بنخفقه وبعد كده بنعمل له عسل شربات، نعمله سميك شوية. بنختبره ازاي. بنحط شوية مية ساقعة في كوباية وناخد نقطة كده، اما يعمل خيط معانا كده يخيط كده، هو كده يبقى هو كده كويس، هو كده استوى. بنضيفه على الصفار، لان دي مادة السوى بتاع الصفار، عشان الصفار ما يبقاش ني. بنضيفه بالسرسوب وهو الصفار بيتخفق في حلة او وانت ماسكة المضرب الكهربائي، لغاية ما بنفضل نعمل فيه. وبعد كده نسيبه بعد ما نخلص سرسوب كده ونخلص منه. طبعا احنا بنحط كوباية سكر على ربع كوباية مية ونسيبهم يتعملوا كده. بعد كده بقى، بعد ما نفضل نخفق فيهم وتبرد وتمسكي الاناء اللي انت بتخفقي فيه كده تلاقيه بيرد، ما هوش سخن لسه. بنجيب 4 كيلو زبدة صفرة او اي زبدة عندك، وتقطعها مكعبات وتبقى بدرجة حرارة الغرفة، بس يعني بتبقى ساقعة شوية، مش بتبقى في الحر. حطها في التلاجة شوية بدرجة حرارة الغرفة، بس حطها في التلاجة. لو في الشتاء زي كده بنخليها درجة حرارة الغرفة. نقطعها مكعبات ونحط مكعب مكعب لغاية ما يتفخك فيها. وبعد كده تبقى كريمة، وحطينا عليها من عندي ديت كريم جانتيه. وبعدين عملنا الكراميل. طبعا احنا الكراميل كلنا عارفين بنعمله ازاي. كوبايه سكر ونص كوبايه ميه، رفعتهم على النار لغايه ما كرمل. بعد كده اما كرمل ضفت عليهم كوبايه ميه وسبتهم بعد الغليان 10 دقائق لما بقى سميك كده. وبعدين ضفته ايه على الكريم. فضلوا يخفقوا. وقمت حاطه كمان معلقه نسكافيه، دوبتهم في شويه ميه صغيره، معلقه ميه اليوم عشان يبقى طعم النسكافيه معاهم. وبعد كده هو مكوناتها كتير يعني. اقول لكم بعد كده على اللي احنا هنعمل، اللي انا عملته بعد كده. ومعايا دلوقتي دوت كنت انا حاطه مطرح الكراميل سكر برده كوبايه. بنعمله سكر زي بتاع البسبوسه. يا دوبك السكر، كوبايه سكر كوبايه ميه، ونسيبهم يغلوا لغايه ما السكر يبوش. وبعد كده بننزلهم من على، هو لونه كراميل كده عشان انا حاطه مكان الكراميل. بعد كده هنعمل ايه؟ هنا برده معلقه نسكافيه اهي، ونضيف عليها شويه نسكافيه عشان يبقى طعم النسكافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. دوت كده اللي هنسقي بيه ايه؟ هنسقي بيه التورته. هنعمله ايه؟ مادة اللي هو عشان يتعمل معانا. هنعمل كده، هعمل كده بقى. وبعد كده ايه؟ هنحط طبقة من الكريم ده واوريكم احنا هنعمل. خليكم معايا. بص يا حبايبي، ما انا سقسقتها اهو. هحط طبقة من من الكريمة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.
هنحط بقى ايه، ندور هنا على الحتة اللي احنا عاملينها اهي، ونحط عليها الطبقة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اهيت. وهكذا نعمل كده لغاية ما نخلصها واوريها لكم. طيب عملت الطبقة التانية اهي قدامكم اهي، وألفتها برضو. دوت بقى معانا سوداني مجروش، اللي هو بتاع مولد النبي، اللي هو معمول سودانية ده، بس أنا عاملاها أنا في البيت. أنا جبت كوباية سكر وحطيت عليها ربع كوباية مية وسبتها تتكرمل، وبعد ما اتكرملت حطيت معلقة عسل جلوكوز، ما عندكيش مش مشكلة. سبتها تتكرمل وقمت ضايفة عليها كوباية سوداني، اكون محمصاه شويه كده مطلعه منه الرطوبه، واقوم حاطاه واقلبه في بعضه، واجيب صينيه دهنها زيت واقوم صباه عليه وافرده واسيبه يبرد. بعد ما بيبرد بكسره كده بجرشه كده. هنحط بقى ايه يا حبه، انا نسيت احط في الطبقه الاولانيه، هحط كده. بقول لك هي مكوناتها كتير كده بس بتبقى طعمها تحفه. وهي يعني عشان كده انا عملت لكم الحاجات معموله عليها، عشان هي خطواتها كتير وانتم مش هتستحملوا الفيديو هيبقى طويل قوي عليكم. هعمل كده حاجة بسيطة. بعد كده نحط الطبقة التالتة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف برضو الفتحة اللي انا فاتحاها فين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فين اهي مع الفتحة دي اهي، الفتحة فين اهي، دي اهي ودي اهي كده، عشان تبقى ايه، بصوا كده اهي ما شاء الله اهي بقت زي بعضها. اسقسقها برضو واعملها بالكريم. خليكم معايا بقى. بصوا يا حبايبي، هنا بعد ما عملتها اهوت بالكريمه اهي، هنجيب بقى السوداني ده، نعمل كده، هنجيب السوداني وهنعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهوت وعملت لها حرف كده بالحته الكريمه اللي باقيه، المفروض تبقى روزيتات كده بس ما كملتش معايا، فعملت لها حرف كده. هي بتبقى كده. هنحط بقى البتاع دوت الكريم كراميل اهو. بص العسل عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده بقى هنحط كمان نسكافيه نقط كده. يبقى اعملوها وقولوا رأيكم ايه، طعمها تحفة لو استفدتوا مني بمعلومة ما تستخسروش فيها لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والله بنتعب جدا على بنعمل لكم الوصفة.